واش عمرك حسيتي براسك في واحد الدائره فيها نفس الروتين، نفس العادات، نفس النتائج، بحال شي نهار كيتعاود بكاع التفاصيل ديالو وانت كتعاود ديرهم كاملين وكتدور في نفس الدائره بحال غادي بلا حتى هدف في الحياه، وديك الدائره ما كتساليش، راها شويه صعيبه. راه هضرت عليها دابا، راه حسيت بالخنقه، ما عرفت انت باش غتكون حسيتي. الكسل والعجز عن التغيير شي حاجه ولفناها في حياتنا، كنا كنعيشوها ومتقبلين الامر الواقع، ولكن هذيك الموتيفاسيون ديال النوض باش نتبدل، هذيك نقطة التحول ومحاولة الانضباط كتجي مرة في شحال وما عمرها كتدور ولا كتكبر الدائرة ديالها. عندك نهار، يومين، كاع 3 ايام غترجع للدائرة القديمة. فشنو نقدروا نديروا حنا الا بغينا نخرجوا من هذه الخنقة؟ شنو اللي يقدر يعاوننا؟ احسن حاجة نقدروا نحافظوا بها على الانضباط في حياتنا. شنو الحل من الاخر؟ خاصنا نعرفوا باللي اهم حاجه في هذا الشيء كامل هي هذيك نقطه التحول، هي هذيك اللحظه اللي كتقرر فيها التغيير. وراه ماشي قرار عادي وغير دايز وصافي، راه احساس عميق وكيقصح فعلا. كتكون وصلت فيك للعظم، كتشوف حياتك غادا بنفس الريتم، كيضرك خاطرك، كتموتيفيك من الداخل بواحد الجهد راه ما يمكنش، وكتقرر تمشي نحو التغيير للافضل. تقدر تكون وقعت لك هذه القضيه في بزاف ديال الحالات، مثلا شي نهار دفعتي شي كونكور وما تقبلتيش وضيعتي هذيك الفرصه، وكان بامكانك كون حفظتي غير شويه كنتي تنجح. مثال اخر بحال فاش كتقرا شي كتاب على الحياه واهميه الانضباط فيها، كتحس بالموتيفاسيون. مثلا تفرجتي في هذا الفيديو هذا وتموتيفيتي، ولكن ان شاء الله غادي دير به وغادي نديروا به كاملين. هذا الفيديو كما قلت لكم دايروا لينا كاملين بما فيهم انا. التحول كيبدا من الداخل، من الاعماق. هو الادراك الحقيقي بان الوضع الحالي ديالك ما بقيتيش قادر عليه، هو الرغبه في انك تبني حياه احسن وبزاف. ولكن علاش كنخافوا من الانضباط؟ هذا هو السؤال اللي كيدور لي ديما في بالي. فين ما كتبغي تحاول تنضبط كتحس بلي الانضباط هو اصعب حاجه تقدر توصل ليها. فين ما تبغي تقاد حياتك كتفكر في الانضباط بحال شي حاجه صارمه غادي ديرها. كاينين بزاف ديال العوامل اللي كيخليو الانسان يشوف الانضباط بهذه النظرة. أول حاجة هي الخوف من فقدان الحرية والراحة، الخوف من مواجهة الذات والالتزامات، الخوف من الفشل، من تغيير العادات المريحة، وأخطرهم هو الاعتقاد بأن الانضباط كيقتل السعادة والراحة. هذه هي الصورة النمطية ليه. المجتمع ديالنا والإعلام والسوشيال ميديا كلشي كيصور الانضباط على شكل القسوة والتضحية بلا نهاية. حتى من الأفلام كيبان لك الشخص المنضبط كيقسي على راسو وساد عليه وملتزم بداك الشيء اللي خاصو يدير وما كيستمتعش بحياته وما كيعيش السعادة. لا، راه غلط. كيبينوا لك ان السعاده في الحريه، في العشوائيه، في اي حاجه فيها الراحه بلا جهد. ولكن اسمح لي، كيف ما قلت لك هذا الشيء كامل غلط، وحنا غالطين في حق السي الانضباط. هذا الشيء اللي كيتقال عليه ما منه والو. الانضباط ما عمره كان عدو للراحه، هو واحد الوسيله باش نوصلوا لاهدافنا اللي كنحلموا بهم بواحد الطريقه اللي سريعه. الفرق كاين في تغيير النظره اللي كنشوفوه بها. خاصنا نبدلوها من اننا نشوفوه قيود لاننا نشوفوه وسيله للتحرر الحقيقي. حيت بصح هذاك هو التحرر الحقيقي، هو توصل لهذاك الشيء اللي بغيتي وتخدم عليه وتعيش الخايب والزوين في الطريقه اللي انت غادي تحقق فيها حلمك. والقيود هي الدار اللي كتنعس فيها وكتفيق فيها وانت معاود نفس الحاجه كل نهار. الانضباط كيعطيك القدره تتحكم في حياتك بلاصه ما تتحكم فيك عاداتك والمزاج ديالك. واخ تبع معايا مزيان دابا، حيت غادي نقول لك وليا شنو خاصنا نديرو باش تولي انسان منضبط في حياتك، مع الحفاظ على الراحه النفسيه ديالك والحريه ديالك، وبالعكس حياتك غادي تتحسن. اول حاجه نسى عليا داكشي ديال الانضباط كيخنق، ما تشوفش فيه هكا نهائيا. حدد الاسباب ديالك، علاش انا باغي نتبدل، علاش بغيت نضبط، شنو ما عاجبنيش في راسي، شنو الدافع اللي مخليني انني باغي نتبدل، شنو هي هذه الحاجه اللي مهمه بالنسبه ليك اللي خلاتك تفكر تبدل حياتك على ودها. هكا غادي توضح الصوره قدامك وتعطيك دافع قوي باش انك ديما تحس بالموتيفاسيون باش تزيد تكمل وما تهبطش. غادي تقول لي هذا الشيء كامل كاين، ولكن البدايه صعيبه، عادي صعيبه. كاين الحل، ما عمرك ما تبدا بشي حاجه كبر منك وتعصب راسك، حتى حاجه ما كتجي دقه واحده. وكذلك الانضباط ما عمره كيكون من البدايه كامل. بدا سيدي غير بتغيير بسيط، بدا بالعادات الصغار. مثلا شتي غير سنانك الا ما كنتيش تحكهم 3 المرات في النهار وبغيتي تبدل، بدا غير بمره واحده في النهار وانت غادي كتواظب على 3. ما تبداش من الاول ب3، غتحبط وغتجيك صعيبه. وهنا فين كنحسوا بالخنقه ديال الانضباط. الحكام ديال السنان راه غير مثال، عندك تمشي تحكم غير مره،
حكوا سنانكم راهم مهمين. ما عليناش. المرحله اللي موراها غادي نحاولوا نخلقوا واحد النظام قوي ديال الدعم. شنو فيه هذا النظام؟ نقدروا نوصيو مثلا صحابنا عائلتنا غتبروغرامي دي زابليكاسيون اللي عندك في التليفون، كل شيء خاصو يساندك ويفكرك في شنو خاصك دير، باش هكا كتحس بلي البيئه ديالك كتعاونك، حيت السند ديال الناس اللي دايرين بك فعلا شي حاجه اللي مهمه. من جهه اخرى تحمل المسؤوليه ديالك، كاع النتائج اللي غتجي مورا الانضباط ديالك راقبها مزيان، سواء كانت مزيانه او لا خايبه تحمل مسؤوليتها كيف ما كانت، وهكا غادي تبقى مستمر باش تقاد راسك وتحسن. وهنا غادي ندخلوا في نقطه مهمه اللي هي المرونه والتعلم من الفشل. ضروري ما غنغلطوا، حنا انسان، كل بني ادم خطاء، الفشل جزء من حياتنا، ولكن المهم هو نتعلموا من هذوك الاخطاء، هو نصلحوهم ونحسنوا منهم باش يتقاد المسار ديالنا من بعد. ونقطة أخرى اللي مهمة وهي النضج العاطفي. النضج العاطفي اللي حاجة مهمة، العاطفة تجاه الأشياء اللي كتصادفنا في الحياة. راه عادي تصادفك مشاكل في نهارك، هذه شي حاجة اللي طبيعية، وإلا راك انت ماشي إنسان. اللي خاصنا نديرو هو أنه ما نبقاوش ديما نتشكاو، ما نبقاش ديما نتشكى وما تبقاش ديما تشكى. انت عندك عقل وجسد، الله سبحانه وتعالى ما دام انه عطاك جوج ديال الحوايج الا وعارف انك قادر تحل هذاك المشكل. وكل مشكل في هذه الحياه عنده حل، كيف ما اي مرض عنده دواء فكذلك كل مشكل عنده حل. كنظن باللي الصوره بدات كتوضح. الا تبعتي غير هذا الشيء اللي قلت لك لحد الان غتبدا حياتك تقاد باذن الله. الا جينا نشوفوا على سبيل المثال الرياضيين، الناس اللي ناجحين في حياتهم، اللعابه ديال الكره، اللعابه ديال البوكس، المقاولين، كاع مدراء الاعمال، كلشي داز من هذه المرحله. اي واحد ناجح في حياته كان معكاز وكيعاود نفس الروتين، نفس الكسل واحد الوقت. ما عمر شي واحد وصل للنجاح بلا ما يبدل من راسو، بلا ما يبدل من حياته، بلا ما يبدل من العادات ديالو. واهم حاجه ديرها في بالك هو انهم فشلوا في المشاريع الاولى ديالهم وربما الثانيه، جربوا وعاودوا جربوا وهما غاديين حتى لقاو النجاح من مور ما صلحوا الاغلاط اللي دازوا منهم من قبل. وهذا بالضبط هو الانضباط. كنتمنى انا قدرت نوصل لكم الفكره بطريقه واضحه وبسيطه. كنتمنى كذلك التوفيق من الله عز وجل اننا نقدروا نديروا بهذه النقط اللي ذكرت في هذا الفيديو كاملين. ما تنساوش تخليوا لي الراي ديالكم في التعاليق، كذلك واحد لايك، اشتراك، وهذا مكان. دمتم سالمين، شكرا لكم.